توقعنا كعائلة بسنة 2025 منذ 20 سنة ما كان وصلهم خط مويدة نهائيا. تعالوا أحكي لكم قصة. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اليوم عندنا عائلة أبو وليد راح نحكي لكم قصة. طبعا أبو وليد هو أحد سكان تجاوزات في منطقة صناعة الباب والشبابيك في الجانب الأيمن. ولكن قبل نبلش الحلقة عندنا اليوم ضيفنا الشيخ فهد طلال الخالدي. رمضان كريم علينا شيخ. أهلا وسهلا أستاذ عمر، شرفنا لنا السرور أن نقف إلى جوارك في هذه الأعمال الخيرية الطيبة في هذا الشهر المبارك الذي يرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وما أجمل الصائم حين يقرن صيامه بالصدقات والمعروف والإحسان إلى الناس. الله يمنك. الحمد لله والشكر، خاصة أن حضرة النبي ألف الصلاة والسلام عليه حين سئل أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بعدما وقف على المنبر ومد يده هكذا وقال: لقد فتشت الأعمال كلها فما وجدت أفضل من إطعام الطعام، وددت لو أن الدنيا بيدي لأطعمها الجياع. ثم قال: كفي مثقوبة. قالوا: ما نرى فيها ثقبا. قال: لا، كلما دخل فيها دينار خرج في سبيل الله. لهذا قالوا: إذا جادت عليك الدنيا فجد بها على الناس واعلم أنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. طبعا معنا اليوم عائلة أبو وليد. طبعا عائلة أبو وليد متكونة من 8 نفرات. أبو وليد مواليد 55 ساكن بهذا البيت التجاوزات في منطقة تجاوزات في صناعة الأبواب والشبابيك في الجانب الأيمن. طبعا عنده أطفال يشتغلون بالقواطي، يلمون قواطي ويبيعون الكيلو ب1000 دينار. طبعا مثل ما تشوفون هذا وضع مالم، يحملون الماء على الهيتر. الكهرباء مالهم ساحبين لأن من الطوارئ من الصناعة فساعة 4 العصر هو ينطفي الكهرب. طبعا عايشين بهذا البيت، صار لهم 20 سنة ساكنين بهذا البيت وعايشين بهذا البيت. وعلى هذا الوضع أنا دخلت قبل أيام قبل رمضان على مسجتهم على اللايت، ما عندهم خط مويد أصلا ماكو مويدة بهذه المنطقة. إن شاء الله اليوم حكون جزء بسيط من تغيير حالة أبو وليد إلى الأفضل، وأنتم أيضا يمكنكم أن تكونوا جزءا مهم من هذه العائلة. أستاذ عمر، نحن في الموصل يعني لولا هذا التوثيق يمكن الناس ما تصدق. صح. نحن هذه البيوت التي تراها التي يتفطر لها القلب تنكسر لها الأفئدة في الموصل في مدينتنا، وكان الله سبحانه وتعالى يبعث رسائل لنا أن نتقرب إليه بهؤلاء الناس، يجعل بيننا فقراء ويحوجنا نحن إليهم. يعني الآن الفقير نحن اللي محتاجيه، نذهب إليه نعطيه الصدقة أو الزكاة ونسترضيه وبطيب نفس، لأنه هو غالي عند رب العالمين. فرب العالمين ما أفقره إلا ليختبرنا نحن، والاختبار اللي هو لنا يختبر صبره ويختبر شكرنا على النعمة. يعني أنا أتمنى كنا نتكلم مع جنابك قبل قليل أنه لو تجي عوائلنا تشوف هذه المناظر حتشوفون النعمة اللي هم بيها. أذكر ذات يوم جانا أحد الإخوة فجاب مبلغ كبير فقال بلكي توزعونه بالأيمن. قلت له تفضل معانا، فلحيت علينا أن يجي معانا. والله جاء معانا، فكنا في إحدى العوجات أذكر إلى الآن، قال والله لو بيدي الآن أسجد شكر لله. قال نحن وين؟ كنت ما أظن أنه هاي البيوت موجودة ولا هذه العوائل موجودة. هذه سنة الله في الخلق أن يكون هناك أغنياء وهناك فقراء. كيف تعرف أن الله يريد بك خيرا؟ كيف تعرف أن الله يريد بمالك خيرا؟ إذا وجهته فيما يرضيه سبحانه وتعالى. نحن على مسألة بسيطة ممكن أن نختلف، ممكن أولادنا على مسألة اختلاف باللون يعترضون ويعترضون ويعترضون. قلنا تعالوا شوفوا أنتم في نعمة، كما قال الصالحون: زوروا المستشفيات، زوروا المقابر، زوروا السجون. زوروا المستشفيات لتعلموا نعمة الصحة فتحمدوا الله عليها، وزوروا المقابر لتعلموا نعمة الحياة فتعملوا، وزوروا السجون لتعلموا نعمة الولد الصالح فتربوا أولادكم على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن ممكن نكمل رابعا: قل زوروا هذه البيوت لتنكسر قلوبكم، لأن الله جل جلاله قال في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. طبعا راح ناخذ حاليا عائلة أبو وليد إلى المول، راح ياخذون ملابس العيد لأبو وليد ولزوجته والأطفال وجميعا إن شاء الله. وبعدها راح ناخذهم على مول تسوقي، راح ياخذون إن شاء الله مواد غذائية لشهر رمضان كامل، فانتظرونا.
رجعنا لكم من جديد بعد ما أخذنا عائلة أبو وليد إلى المول وأخذوا ملابس اللي هي محتاجوها. طب كان بدعم من الست هلا فارس شوكت، وأيضا مواد غذائية إن شاء الله تكفي العائلة مدة شهر كامل. وأهم فقرة بهذا البرنامج هي الأجهزة الكهربائية، جزا الله خير المحسنين يتبرعون بهذه الأجهزة. طبعا جبنا لهم غسالة وصوبة كهربائية وأيضا براد. وأيضا الفقرة الأهم لهذا البيت اللي هي مولدة. طبعا مثل ما ذكرتوا أن عائلة أبو وليد ما عندهم خط مولدة أصلا، فقط على الوطني، فجبنا لهم مولدة حتى إن شاء الله يشغل اللوة والبيت أخوه اللي هو بيت جيرانه، وأيضا سخان الماء. وأيضا عندنا مبلغ مالي مقدم من عمر عطار باشي لوكالة تجاري السيارات، هاي حتكون إن شاء الله لعائلة أبو وليد. وأيضا عندنا بطاقة مقدمة من ليدا سيتي للألعاب في منطقة الشلالات. هذه البطاقة إن شاء الله تكفي العائلة لمدة سنة كاملة، أي وقت يروحون راح يكون دخولية وكافة الألعاب لهم مجانا. الله أكبر الله أكبر. وهذا الفطور مقدم من مطعم محلة 21 في مدينة الموصل القديمة. إلى هنا نصل معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. وأيضا أنتم يمكنكم التبرع لعائلة أبو وليد عبر أرقام حتكون بأسفل المنشور. وأيضا ختامه مسك مع الشيخ فهد طلال الخالدي. الله يحفظكم. أنا أريد أقول كلمة خلوها أجمل، زهرة موصلية طيبة من مجموعة زهرات في هذه المدينة. هناك جهد شبابي جميل ورائع وجهد من العوائل، وهناك مبذولات طيبة من كثير من الناس، ليس فقط من الأغنياء بل من حتى من أصحاب الدخل المتوسط، وحتى بعض من أصحاب الدخل المحدود يحاولون أن يشاركوا بشيء في هذه المدينة الكريمة في هذه الأيام الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الشريف أن يتقبل من كل من سعى ومن كل من بذل ومن كل من تبرع. اللهم بارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في ذراتهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وبارك لهم في أعمارهم وفي أعمالهم وفي أوقاتهم وفي أقواتهم. اللهم وابعد عنا الفقر، اللهم وابعد عن بلادنا الفقر، اللهم وأغننا من فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر الجزيل لأستاذ عمر على هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله أن يجعل هذه اليد العليا دائما إلى يوم الدين، وأن تتوالى هذه المبادرات الطيبة المباركة حتى تغذي أكبر قدر ممكن، لتكون لهم إن شاء الله نورا لهم على الصراط يوم القيامة.